وزاره الشباب والرياضه النهارده، انما النهارده بنوعدك برضو ان احنا الفتره الجايه نشوف انجازات افضل باذن الله رب العالمين. بشكرك شكرا جزيلا على وقتك دكتور مصطفى عزام، نائب وزير الشباب والرياضه رئيس الاداره المركزيه للاستثمار الرياضي، وناتي اليكم بالمتخصصين. وهذا السبق لبرنامج كره بلدنا، زي ما قلت لكم القناه الوحيده والبرنامج الوحيد لما بنقول بنهتم بالغلابه بنهتم بجد، ليس كره القدم وفقط. البنيه الاساسيه والمنشات على مدار سنه ونصف بتلقى مشاكل ضربنا بها ابواب المسؤولين ودخلنا واوصلنا صوتكم، وكان كاميرا كرة بلدنا شاهد على تردي ملاعب، وشاهد ايضا على بناء واعادة تطوير ملاعب في حقبة رياضية انا بقول انها ذهبية في عهد هذا الرجل خالد عبد العزيز. استكمل معاكم الملاعب الكبرى التي ستدخل التطوير في 2015، ولكن خليني بعد هذا الفاصل اطير لمحمود خالد في الكرنس ومشكلة ملعب دكرنس، كان عندي ليهم بشرى سارة. زميلنا محمود خالد اللي دايما بقول ظاهرة في عالم الممتاز به المتألق حمادة الزامك. بعد هذا الفاصل نطير إلى محمود خالد ونغلق ملف الملاعب بهذا التقرير. الارض اللي احنا واقفين عليها دي ارض تقريبا ب 3 مليون جنيه. العمليه اتطرحت بالامر المباشر من شركه المقاولين العرب من مديريه الشباب والرياضه لشركه المقاولين العرب لاقامه ملعب وحمام سباحه ومبنى اداري وصاله العاب. تم البدء في المشروع بعمليه ب 30 مليون جنيه. تم تنفيذ اعمال موجوده طبعا حضراتكم هتشوفوها وهتصوروها مقدره ب 12 مليون جنيه. المقاولين العرب صرفت 7 مليون جنيه تقريبا، وباقي لها بالتحديد 4 مليون 513 الف. العمليه دي كانت مطروحه من رئاسه مجلس الوزراء لمديريه الشباب والرياضه، وتم البدء فيها، واحنا مجلس موجود بقالنا سنتين. لما جينا لقينا مفيش ملف الاستاد، بدأنا نسعى ان احنا نوجد ملف الاستاد ونبحث اسباب التوقف. خطيبنا المقاولين العرب افادتنا ان لها مستخلصات ما تمش صرفها. خطيبنا مديريه الشباب والرياضه اللي هي المنوط بها الصرف على المشروع، مديريه الشباب والرياضه قالت ان في مبلغ، وحتى في كان لغز كده المفروض يترفع جاري مستحقات يعني الموضوع موضوع طويل وموضوع كبير، ولكن خلينا نبقى محددين ونقول ان احنا عندنا فلوس اتصرفت بالفعل وفلوس مصروفه من الدوله. ثمن الارض والمبالغ اللي صرفتها المقاولين العرب والمنشآت اللي حضراتكم شايفينها. وعايزين نقول مقال المنشآت دي لايه؟ هل هتتساب لعوامل التعرية تاكلها؟ ومين اللي هيتسأل عن اهدار المبالغ اللي اتصرفت من الدولة على المنشآت اللي حضراتكم شايفينها؟ لما سعينا ان احنا نتواصل مع الوزير العمري فاروق ثم الوزير طاهر ابو زيد مع حفظ الالقاب، برضو الاستجابة ما كانتش على القدر المأمول. جه مكتب فني من الوزارة كان مشكل ونزلوا بحثهم، وسعينا اكتر من مرة ان صوتنا يوصل، وبنتمنى المرة دي ان صوتنا يوصل عن طريق البرنامج وعن طريق الكابتن عبد الناصر، لانه برنامج متشاف وهو شخصية مؤثرة، وان شاء الله يكون له دور في مساعدتنا ان احنا نحقق امل 500 الف نسمة في مركز ديكيرنس فيهم نادي واحد.
500,000 نسمة في تكرنس ينتظرهم خبر سعيد مثل خبر المراغة. حماده طبعا ودي برضو انا بحييك برضو بالنسبه للمنيا، بكرر على موضوع المنيا. المنيا برضو ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه بتمنى ان هي طبعا برضو تكون في الدوري ممتاز ان شاء الله. كابتن محمد عبد الكريم، خلينا نستقبل معاك زميلنا المبدع ابو خالد محمود خالد من دكرنس. مساء الخير ابو خالد. هم الباراشوت ده يا كابتن في الجبل في الصحراء كان مكان بيكروا فيه على القتل. قالوا لمحمود خالد بقى يقول لك الانفعالات في دكرنس يا كابتن. الو محمود. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ والحمد لله كله تمام والله، وبشكر حضراتكم على هذا الاهتمام بانديه الاقاليم. ربنا يخليك يا حاج محمود. يعني خليني النهارده كمدير مالي انت النادي دكرنس ومراسل كمان لكرة بلدنا نعتز بيه ونفخر بيه ويعني المجهود الوافر. انا وعدتك بحل المشكله والوزير وفى، وها هي الخطه وقد دخل فيها ملعب دكرنس. ربنا يكرمك يا استاذ عبد الناصر، وده ما نتمناه منكم دايما، اللي هو التنصيب عن مشاكل الانديه المجهوله، وده شيء بيحسب لكم وشيء رائع والله، وكلنا يعني مقدرين هذا الجهد الكبير لكم. يعني انطباع الناس يا استاذ محمود او ماذا سيحدث؟ يعني النهارده لازم رساله للسيد الوزير ونحن نمسك على يديه وبنقول له يعني اسعدت المراغه واسعدت تكرنس واسعدت قنا واسعدت فرشوط واسعدت المنيا، تقول ايه؟ اولا بنتوجه لسياده الوزير بخالص الشكر والتقدير على هذا العمل، لانه طبعا احنا في خطه الدوله ان احنا نلم الشباب بدل ما يتجهوا لاشياء مش كويسه، لا احنا بنوسع لهم الرقعه المساحه الرياضيه لهم بحيث انه ينفسوا فيها بدل ما ينفسوا في اماكن ثانيه. فاحنا بنشكره على اهتمامه بالشباب واهتمامه بالانديه الضعيفه دي في سبيل الارتقاء بالرياضه في مصر. بشكرك زميلنا محمود خالد مباشره معنا من نادي دكرنس، وانطباعات اولى على دخول ملعب دكرنس في التطوير وافتتاحه رسميا في يونيو القادم. اتواصل معاكم، يا ريت تجيبوا لنا قبل ما نختم هذه الفقره